بيسأل جيرمي إليجا عن سبب قلقها، فبتقوله إنها قررت إنها ترجع للإمبراطورية، فبيتفاجئ هو من قرارها وبيحذرها إن الإمبراطور لو عرف بوجود كارلايل مش هيكون راضي أبدا عن اللي هي عملته وإنها أخفته عنه. ففكرت إليجا بإن جيرمي أصلا عارف شخصيتها الحقيقية، وطبعا عارف إن كارلايل يبقى ابن الإمبراطور، وردت عليه بإنها هتخفيه على قد ما تقدر وإنها هتحميهم للنهاية. فسألها هتعملي إيه في محل الزهور، فقالت له إنها تعرف شخص هيعتني بيه، وبعدها سألته إذا كان هو هيبقى في مملكة رونت، وبدأت تفكر في إنها لغاية دلوقتي ما تعرفش شخصيته الحقيقية، بس من خلال تصرفاته وأخلاقه اللي ظهرت منه من غير ما هو ما يشعر هي قدرت تخمن هو مين، واتأكدت أكتر من تخمينها لما شافت معاه في وقت سابق خنجر عليه علامة النمر الأسود، وإن مفيش غير عيلة نبيلة واحدة هي اللي بيرمز ليها بالعلامة دي. وقالت لنفسها إن لو تخمينها صحيح يبقى هو مش هيقدر يبقى في الإمبراطورية لوقت طويل. وفجأة سألها جيرمي إذا كانت هي محتاجة منه إن هو يرجع معاها للإمبراطورية، فردت عليه بابتسامة يا ريت تيجي معايا لهناك. في البداية جيرمي ما صدقهاش واعتقد إنها بتمزح، بس هي أكدت له إنها جادة في طلبها لأنها أصبحت بتثق فيه جدا بعد ما كانت حذرة منه في التعامل معاه في بداية تعارفهم، وتأكدت إن هو شخص مش سيء. فحس جيرمي بالتوتر وفضل يفكر مع نفسه اللحظات، وبعدها شكرها على طلبها وعلى ثقتها فيه، وحاول إن هو يطمنها بإن كل شيء في الإمبراطورية هيكون بخير. بس هي بحزن ردت عليه بإنها ما تقدرش تتجاهل والدها، وفكرت في إنها بعدت عن الإمبراطورية لفترة طويلة ومبقاش عندها حاليا أي وسائل مساعدة، وإنها هتعمل كل حاجة بمجهودها الشخصي. وطمنت نفسها بإنها عندها شيء أقوى من أي وسائل مساعدة، وإنها هتستخدم قوتها الشخصية لإثبات براءة والدها. فجأة جيرمي بيطلب منها إنها لما تقابله في الإمبراطورية بلاش تتظاهر بإنها ما تعرفهوش، فبتفرح إليجا جدا وبتقوله أنت كمان بلاش تتظاهر بإنك ما تعرفنيش. فرد بإنه مستحيل يتظاهر بإن هو ما يعرفش شخص جميل زيها، فحست هي بالإحراج جدا. في اللحظة دي بيتفتح باب المحل وبيدخل عليهم زيد، ولما بيلاقي زيد إن في حد موجود مع إليجا بيتظاهر بإن هو موجود لشراء شجرة، فبيقرر جيرمي المغادرة وبتودعه إليجا. وهو خارج قال لها هشوفك المرة الجاية في الإمبراطورية، فبتستغرب إليجا واتسألت هل ده معناه إن هو هيرجع للإمبراطورية فعلا معاها. بعد كده إليجا بتبص لزيد وبتفكر بإن هو أكيد فكر كتير في شخصيتها الحقيقية، وإن هو ممكن يكون بالفعل عرف هي مين. في اللحظة دي زيد بيلاحظ الأسورة السحرية اللي هي لابساها، فبيسألها إذا كانت بتخفي عنه حاجة وإذا كانت الأسورة دي فعلا سحرية، ووضح لها إن والده كان بيعمل عند ساحر وعلشان كده هو قدر يتعرف على حقيقة الأسورة، وإن طريقة تصميمها بتديك القدرة على إنك تغيري مظهرك. وقتها قررت إليجا إنها تكشف له حقيقتها لأنها محتاجة لمساعدته علشان تقدر تنقذ والدها. أما زيد فكان بيكمل كلامه وحاول يطمنها من ناحيته لأنها هي اللي أنقذته من الموت، وإنها لو عندها أي مشاكل فتقوله عليها، وسألها عن علاقتها بعيلة كروفت. فجأة إليجا خلعت الأسورة السحرية من إيديها. في اللحظة دي زيد بيتفاجئ جدا وبيبدأ يتلجلج في الكلام وما بيكونش عارف يقول إيه، لأن إليجا بتكون رجعت لمظهرها الأصلي وبتقوله إن اسم الحقيقي هو إليجا كروفت. فبيعرف زيد إنها هي الإمبراطورة السابقة وبيقع على الأرض من كتر المفاجأة، وقال لها بإن هو اعتقد إنها فتاة من النبلاء وليها حكاية مش الإمبراطورة نفسها. فضحكت إليجا وقالت له إنها مش الإمبراطورة حاليا، وإنها انفصلت عن زوجها من 6 سنين، وبدأت تساعده على إن هو يقوم. وقتها سألها زيد إذا كان كارلايل هو ابن الإمبراطور، فأكدت له إليجا بإن هو ابنه فعلا. فتفاجئ زيد جدا من كلامها، بس هي أكدت له إنها مش ناوية تجعله أمير. فسألها عن سبب رغبتها في الرجوع للإمبراطورية مرة تانية، فقالت له إنها هترجع لأن والدها في وضع خطير. فسألها إزاي هتخفي كارلايل أو إنها ناوية تدعي بإنها اتجوزت شخص تاني، وقال لها إن أكيد الإمبراطور هيغضب لأن هو كان متجوزك. ففكرت إليجا إن سبب اختيارها لمملكة رونت من البداية هو إن خالتها كانت بتعيش فيها، وإنها كانت ناوية تجعل كارلايل يكون ابنها على الورق، بس للأسف خالتها توفت وهي رفضت فكرة إنها تستغل اسمها وتزور في الأوراق. وفكرت كمان بإنها هتجعل كارلايل أصغر بعام، بس تراجعت عن قرارها ورفضت الفكرة بإنها تجعله ابن لشخص تاني، وإن من البداية ريموند هو اللي كان السبب في إنها تقرر إنها تخفي ابنه عنه، لأن هو اهتز بمجرد ما ظهرت قدامه ليزانا ولأنه ما كانش مهتم بيها أبدا. فصرخت في زيد بغضب بإن هو مش من حقه إن هو يغضب. فسألها زيد إذا كانت غيرت شكل كارلايل هو كمان بالسحر، فأكدت له إنها كانت مضطرة لكده
علشان محدش يتعرف عليهم. فأخد زيد الأسورة من على الأرض وعطاها لها تاني، وسألها إمتى هتمشي وإذا كانت هتبعد كارلايل عنها في الإمبراطورية. فقالت له إنها هتمشي خلال يومين وإنها هتخفي كارلايل في مكان بعيد. وقال لها زيد إن هو هيتواصل مع صديقه في إغريتا لمساعدتها ولتوفير مكان ليه هيكون بعيد عن الناس. فطلبت منه إليجا إن هو يطلب من صديقه إن هو يعرف معلومات أكتر عن الغش اللي حصل في الصفقة التجارية اللي اتهم فيها الدوق. فنبهها زيد بإن تعبيراتها بتتغير بمجرد ما بتيجي سيرة الدوق، فبتحس إليجا بالحزن أكتر. فطمنها زيد بإن هو هيساعدها بكل طاقته. ففرحت إليجا وشكرته، بس هو قال لها إن ده شيء بسيط في مقابل إنقاذك لحياتي، وإنك فكري بس في المستقبل. فقالت له بحماس إنها مستعدة للحرب. وقرر زيد بإن هو يمشي، ولما كان بيودعها طلب منها إنها تبلغه بميعاد مغادرتها، وهي كمان قررت إنها تمشي لأن عندها أمور كتير لازم تنجزها قبل السفر. وبنروح لريموند وهو في مكتبه، وبلغه الخادم بوصول الأمير إدموند، فبيسمح له بالدخول وبيأمر بإحضار الشاي. ولما بيدخل عليه إدموند وبيحييه بيقول له ريموند بحدة إن المعلم شكر فيك جدا. فرد عليه إدموند بإن كل الناس بيقولوا إني ذكي لأني أشبه والدي. فتلقى منه ريموند الجملة دي وفكر فيها بإن فعلا كل الناس بيشبهوا بالإمبراطور وبيقارنوه بيه. بس المفاجأة إن ريموند من لحظة ما قابل الطفل ده من 6 سنين وهو مش حاسس من ناحيته بأي مشاعر أبوة. واعتقد ريموند إن إحساسه ده بسبب إن هو ما تقابلش معاه من لحظة ولادته. وبيقاطع إدموند أفكاره وهو بيقوله إن هو هيستمر في العمل الجاد، بس طلب منه ريموند إن هو ما يضغطش على نفسه لأن والدته بتخاف عليه جدا. وبيرجع تاني ريموند لأفكاره وهو بيتسائل إذا كان هو إنسان ما عندهوش إحساس بالأبوة، وإن ده ممكن يكون بسبب معاملة والده القاسية ليه، وإن هو لو كان اتكلم كان بيتعاقب أو اتحرك كان بينضرب، وإن والده كان بيشبهه دايما بالحشرة، وبكتير من التعليقات السلبية المسيئة لو بس اتنفس، وإن الكل كان بيشفق عليه وحتى الخدم كانوا شايفين إن هو ضعيف ومثير للشفقة، وكان إحساسه بإن هو ده أبوه كان بيحسسه بالألم والوجع. في اللحظة دي افتكر إليجا لما كانت حامل قبل ما تتعرض لحادثة الإجهاض، وهي بتقوله إنك هتكون أب صالح، واتمنى إن لو كان الطفل ده اتولد، وفكر بإن هو لو كان اتولد بأمان كان هيكون في نفس عمر إدموند حاليا. وبعدين افتكر إن إدموند لسه موجود عنده فطلب منه المغادرة. ولما خرج وقف ريموند بحزن يفكر في إليجا، وبتنهيدة حزينة بدأ ينادي على اسمها وهو بيلوم نفسه بإن هو سابها. وبنرجع تاني لإليجا اللي بتكون على السفينة مع ابنها، وكانوا بيستمتعوا بشكل الطيور، وكارلايل كان متحمس جدا للرحلة. وفكرت إليجا بإن حماسه ده بسبب إن هو عاش مختبئ طول الوقت وما سافرش لأي مكان قبل كده. وبدأت إليجا تحمسه لجمال المكان اللي هم هيروحوا له، وهو اتحمس كتير. وبعدها قدمت له الآيس كريم وراح يلعب مع باقي الأطفال. وبتظهر هيلين وهي بتطمن إليجا إن كارلايل هيكون في أمان معاها، وبتكون إليجا فهمته إنها مش هتكون معاه لفترة طويلة، وهو تقبل الأمر بشجاعة. وطلبت إليجا منها إن هو إذا مرض تحضره المنزل التوك كروفت فورا وما تهتمش لأي شخص. فردت عليها هيلين بإنها قلقانة على إليجا نفسها أكتر من قلقها على كارلايل، لأنها بتكون سمعت أخبار بإن الإمبراطور لسه بيدور على إليجا في كل مكان لغاية دلوقتي. فردت عليها بإنها فكرت كتير في الرجوع قبل كده بس تراجعت بسبب معرفتها بإن فرسان الإمبراطور كانوا بيتجهوا لمنزل التوك كروفت باستمرار. وفكرت نفسها بإنها لازم تتحرك بهدوء وهي بتحقق في مشكلة والدها. وطمنت نفسها وطمنت هيلين بإن الإمبراطور عارف إنها سابت الإمبراطورية للأبد، وبكده هي هتكون في أمان. فسألتها هيلين وهي مستغربة يا ترى إيه سبب بحث الإمبراطور عنها. فقالت لها إليجا إننا أكيد هنعرف السبب قريب جدا، لأننا أكيد هنتقابل ولو لمرة واحدة أثناء وجودها هناك في الإمبراطورية، لأن لو تعاقدت المحكمة فالاجتماع مع ريموند هيكون أمر لا مفر منه. فحست هيلين بالقلق واتسألت هل هيقدروا إن هم يبرئوا الدوق ويغادروا الإمبراطورية مرة تانية. ففكرت إليجا إن من المثالي المغادرة بهدوء مرة تانية، بس هي متأكدة إن ريموند مش هيسيبها بسهولة، لأنه لو ما كانش مهتم بمغادرتها ما كانش هيبحث عنها لمدة 6 سنين. فقالت لهيلين بإنها حاليا مش هتفكر غير في إخراج والدها من المؤامرة حتى لو ما قدرتش إنها تغادر مرة تانية، فما فيش حاجة هتتغير أبدا بالنسبة لها. وهنا بتبدأ تظهر إمبراطورية إغريتا قدامهم، وبمجرد ما بيوصلوا على رصيف المينا بيظهر صديق زيد واللي بيتعرف على إليجا بإنها هي الإمبراطورة السابقة بمجرد ما بيشوفها، وبيسألها علشان يتأكد إذا كان هو على حق أو لأ. فبتأكد له إن هو فهم صح، فبيبدأ هو ينحني لها ويقدم لها تحياته. فبتتخض هي من رد فعله لأنها بتخاف
إن حد غيره يتعرف عليها، فبتحاول توقفه وبتعرفه على هيلين إنها هي المساعدة الخاصة بيها. وبنعرف إن هو اسمه لومونت، وبتفتكر إليجا زيد لما قال لها إن هو صغير في السن لكنه ماهر جدا في عمله. وبدأت إليجا تحذره بإن وقفتها كده في خطر عليها، فتأسف لها لومونت بسرعة وطلب منها إنها تركب العربية. فسألته عن المكان اللي هتقيم فيه، فقال لها بإن هو اشترى قصر ليها في ضواحي الإمبراطورية، ففكرت بإن ده هيكون مكان مثالي لتجنب عيون النبلاء. وفجأة بيركز لومونت مع الطفل وبيسألها عن مين هو الطفل ده، فبتجاوبه إليجا بإن هو طفلها. لومونت مستوعبش الأمر في البداية وضحك، بس بسرعة رد فعله بيتغير وبيبدأ يصرخ من كتر الصدمة. فبسرعة بتطلب منه هيلين إن هو يخفض صوته لأن الطفل نايم، فبيعتذر لها لومونت وبيرد عليها بإن هو سمع وفهم غلط، لكن إليجا بتأكد له إن هو ما سمعش غلط وإن الطفل ده فعلا هو طفلها. فبيتفاجئ لومونت جدا، بس بسرعة بتأكد له إليجا بإن هو طفلها لكنه مش طفل الإمبراطور، وقالت له إنها بالفعل مطلقة من الإمبراطور واتقابلت بشخص تاني وإن كارلايل هو ابن الشخص ده، وطلبت منه إن هو يمتنع عن التخمين. وبالرغم من إن لومونت ما كانش مقتنع، بس بيتظاهر بإن هو صدقها، وهو كان بيبص للطفل جامد. ولما بيوصلوا للقصر بتنيم إليجا ابنها في السرير وبتتمنى له ليلة سعيدة، وهي بتطمنه بإنها دايما هتكون جنبه. بعد كده كانت هتخرج من الغرفة، فوقفتها هيلين وطلبت منها إنها تنام وترتاح. فطلبت منها إليجا إنها هي اللي ترتاح لأنها أكيد متعبة من الرحلة، وبلغتها بإنها هتروح تتكلم مع لومونت. وفي اللحظة دي بتستخدم الأسورة السحرية، وبسرعة بيتغير لون شعرها من اللون الفضي للون الأشقر. ولما بيشوفها لومونت بيستغربها وبيتعرف عليها بصعوبة لأنها بتكون غيرت مظهرها بالكامل. وبياخدها لومونت وبيروحوا للمكتب، وفجأة بتطلب منه إليجا إن هو يضعها كخادمة في منزل الدوق كروفت. فبيتصدم لومونت من طلبها، فبتحاول إنها تقنعه بإنها هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتقدر من خلالها إنها تتحقق من حالة والدها، وإن الأمر مش مستحيل بالنسبة له. فبيأكد لها إن فعلا منزل الدوق ممتلئ بالفرسان اللي بيحرسوه طول الوقت، بس بيحذرها إن الأمر هيكون خطير جدا لو اتقبض عليها، وإنهم هيبلغوا الإمبراطور فورا بوجودها. فسألته إليجا إذا كان هو قادر يشوف وجهها الحقيقي حاليا، فقال لها لأ، إنه مش قادر يشوف وجهها الحقيقي، وطمنها بإنه هو هيعمل كل ما في وسعه. وبعدها سألته إذا كان عارف معلومات أكتر عن مشكلة والدها، فقدم لها كل المعلومات اللي هو جمعها عن المشكلة التجارية. فشكرته إليجا على عمله وبلغته بإنها هتقرأ المعلومات قبل نومها، فاستأذنها هو واستعد للمغادرة. وبدأت إليجا تقرأ المعلومات، وقالت لنفسها إنها نفس المعلومات اللي عرفتها قبل كده عن الصفقة، ومفيش أي معلومات جديدة، وإن التاجر فيسكونت اللي اتعامل مع والدها وجد مقتول، وإن كل الأوراق عليها ختم الدوق بالفعل. وقالت إليجا لنفسها إن اسم فيسكونت هو اسم غير مألوف ليها، وإنها تقريبا كانت تعرف كل المقربين من والدها، وإن هو ما كانش بيبعد الناس المألوفة عنه، وإن نفس الناس اللي اشتغلوا عنده من 10 سنين ما اتغيروش حتى يومنا هذا. وخمنت إن ممكن يكون هو بالفعل اتعامل مع أشخاص جديدة بعد مغادرتها هي للإمبراطورية، وإن بناء على المعلومات المكتوبة فوالدها أعطى الحق لفيسكونت التعامل في الصفقة دي بالكامل مع وجود ختم والدها على كل المستندات، وإن هو أخد 4000 عملة ذهبية في المقابل. وكل المعلومات بتقول إن الدوق أنكر إن كل الأختام دي من طرفه، بس للأسف لما تم فحص الختم اتأكدوا إن مفيش أي تزوير فيها، فبالتالي تم رفض كلام والدها واعتبروه بيكذب. فاتسألت إليجا إزاي فيسكونت حصل على الختم، وبيقطع أفكارها الباب اللي بيتفتح وبيظهر كارلايل وبيجري عليها بحماس، وبتسأله ليه استيقظت بسرعة، فرد عليها بإن هو نام جيد وإن الشمس أشرقت بالفعل. فبصت من الشباك وهي متفاجئة بإن الوقت عدى بيها وهي ما حستش وكانت غرقانة في أفكارها. وبعدها أخدت إليجا ابنها لتناول الطعام. وبنروح بالقصة فلاش باك وبنلاقي والدة ريموند وهي بيضربها الإمبراطور الراحل، وريموند وهو طفل كان واقف بيتابعهم ومش قادر يعمل أي حاجة، ووالدته كانت حزينة وبتبكي وهو حاول إن هو يحميها من والده. فجأة بيصحى ريموند من نومه وهو بيصرخ، وبيكون ده كابوس، وبيدخل عليه حارسه بسرعة، بس ريموند بيبلغه إن هو بخير وبيطلب منه الخروج، وبيحاول إن هو يرجع للنوم مرة تانية، وهو بيتخيل إن إليجا جنبه وبتطمنه وبتقوله نام بسلام. فبيحس ريموند بالحزن أكتر وبيسأل نفسه يا ترى أنت فين يا إليجا؟ كده جزئنا النهاردة خلص. بتمنى يكون إن هو عجبكم وتكونوا اشتركتم في القناة وعملتولي لايك، وأشوفكم في جزء جديد. سلام.